السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم خواتاتي؟ مرحبا بكم معايا في نوفل فيديو. ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك اللي اول مره يزوروا القناه. تبعوا معايا اليوم راح ندير معكم خبز الطاكس اللي يجي يهبل 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 روعه بطريقه مختلفه كامل. على بالي مازال ما شفتوهاش هاد الطريقه، راح تعجبكم. سهله ماهله وتصدق، اللي عمرها ما دارت خبز الطاكس يصدق معاها. تبعوا معايا الخطوات. نجيب كاسرونه ندير فيها 2 كيسان تاع الماء، مع ملعقة صغيرة من السكر وشوية نتاع الملح. قس نصف ملعقة صغيرة كما راكم تشوفوا معايا. عندي 2 ملاعق كبار من الزيت، كما تقدري تضاعفي الكمية على حسب الكمية اللي راكي باغا تخرجي نتاع خبز الطاكوس. نحرك هاد المكونات بارد في بارد، نحطهم على النار حتى اللي يغلي لي الخليط ونحيه من النار. غير يبدا يغلي نشوف في الفقاعات نحيه، قسم يذوب داك السكر والملح. هذا مكان. هنايا من الأحسن نضيفو الفرينة مباشرة في الكاسرونة. الكاسرونة تاعي يعني صغيرة، درت في غيسيبيون، حطيت 3 كيسان ونص من الفرينة. 3 كيسان ونص من الفرينة ونضيف عليهم هداك الخليط نتاع ماء وملح وسكر وزيت، ونبداو نخلطو. كما قلت من الأحسن نديرو في الكاسرونة الفرينة ديريكت. انا الكاسرونة تاعي كانت شوية صغيرة، هذا علاش درت كلش في الغيسيبيون. نبدا نحرك بالمغرف نتاع اللوح باسكو الخليط راح يكون حامي بزاف، غادي يكون حامي. عاوني راسك بالمغرف نتاع اللوح ولا سباسيولا ولا حاجه كيما هكا وخدمي. وانا هنايا حسيت روحي نجم نخدم، وليت نخدم بيديا باسكو راح يغبنكم شويه الخليط ويديق يتخلط بالخف. هنا ما تخلعكمش الفرينه، حسب لكم الفرينه اكثر من يعني اكثر من الماء وراح تجي قاصحه. لا، ما تجي لا يابسه لا والو. نخلطو حتى نتحصلوا العجينه اللي تجي طريه، ونبقاو ندلكو فيها قيس زوج، يعني قيس 2 دقائق حتى ل3 دقائق. يعني تبغي يدلك شويه ماشي حاجه كبيره، 2 دقائق حتى 3 دقائق بهذه الطريقه. والعجينه راح تكون طريه وتعجبكم بزاف. شوفوا معايا القوام تاعها كيفاش يجي، راح يجي بزاف بزاف شباب. شوفوا هنا ما قطعتش كامل الفيديو، غير سرعته. هذا ما كنشوفوا ما التعب ما والو. كيما قلت لك حاجه تاع 2 دقائق حتى 3 دقائق، ولا مدها عادي. ونردها الغسيل تاعها ونغطيها ونخليها ترتاح من 10 دقائق حتى 15 دقيقه، يعني في الساعه تريح غير باش تساعدنا بالخف. من بعد خليتها 10 دقائق ووليت لها. شوفوا معايا راح تساعدكم مليح في الخدمه. نشكل حربوش عادي، حلها بيها. وهنايا حجم تاع الحبة تاع الطاكوس يبقى عندك. انا الحبات راح نصغرهم شويه، باش نديرهم كبار على حسب الوصفه اللي راح ديريها انتيا. بعد ما شكلت حربوش قسمت على 2، من بعد على 4، من بعد على 8. هذا الموصل تاعي بلي شويه خشين كبير شويه، نحيت منه وبديت نشكل في هذه بول صغار. ندير رشه من الفرينه ونحطهم على جهه كما قلت. الحجم تاع الحبه كما تبغي نتيا. انا درتهم صغار، تقدري تكبري على هكذا ولا ديري يعني حجم اللي يناسبك نتيا. راح يجوك موايا ولا شوية صغار. هذا مكان. نكملهم كامل بنفس الطريقة. كي نكمل نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يريحوا حاجة نتاع 5 دقائق. هذا مكان ماشي بزاف، غير باش كي نحلوهم يتحلوا بالخف. تقدري تحليه بتوت سويت بصح راح يغبنوك شوية. وهنا بعد ما فازت 5 دقائق وليت ليهم نبدا نحل فيهم. ما نساوش لافارين، يعني هنا الفرينه حاجه نيسيسير باسكو هاد النوعيه نتاع العجين تلصق في البلون دو طرافاي. توجور نرشوا البلون دو طرافاي تاعنا بلا فارين ونحلو. وكل ما نبغوا نقربوا نزيدوا نرشوا الفرينه ونحلوها بطريقه عاديه. شوفوا انا نحل بشكل عشوائي باسكو راني عارفه الحجم اللي راني باغيته ماشي هذا هو. تحليت وكملت بان الحجم راني نحل بشكل عشوائي، انت حليه بشكل دائري. صاي كيما قلت ندير فرينه ونحل عادي، يعني نحل بشكل عشوائي. من بعد ندير القيس اللي راني باغياته انا. باسكو راح نطيبهم ديريكتومون في المقله اللي راني دايرتها ديجا تسخن. تبغي تستعملي طاجين مقله، يعني حاجه اللي بغيتي طيبي فيها طيبي. انا استعملت غير مقله عاديه، يعني درتها تسخن. كي نبدا نحل في الكريه الاولى نحطها تسخن على نار تكون متوسطه. وكما قلت راح نجيب القيس اللي يساعدني انايا، راح نجيب نقطه نحطها من الفوق ونعبر عليها ونقطع عادي بالموس. سينو انت تقدري تحلي الخبزه نتاعك بشكل دائري عادي. شوفوا قداش راح تجي الخبزه، راح تجي شويه كبيره. انا كما قلت لكم انا باغيه الحجم تاعها يكون شويه موايا، ما يكونش الحجم العادي. يعني بغيتها موايا باسكو باغا ندير بها لي كوني. راح نشارك معكم الوصفه في الفيديو القادم ان شاء الله.
نقلع هادوك كامل هادوك لي شيت الأطراف، نحيهم نلمّدهم ونديرهم هُما تاني تحت هداك تحت هداك البلاستيك باش ما تيبسليش العجينة ونستعملها من بعد. لي شيت كامل نلمّدهم مع بعض كي تتلمّد لقيس خبيزة نحلها هي تاني نديرها عادي، نحط الخبيزة نتاعي العجين تاعي عفوا على المقلة ونبدأ نحرّك فيها وراح مباشرةً تشكل لي هكا واحد النبابل، ما راحش تدي لي بزاف وقت وطيب، يعني راح طيب بالخف. غدي هادوك النبابل نقلبها ونزيد نقلب كيما هكا حتى نشوفها نشفت بيان ودرت ليها تليبيك غير شويه نحطها مباشره في الطرشون هكا في منديل ولا عادي كيما هكا ونديروها في البلاستيك. يعني هاد المرحله ضروريه سينو راح تيبس لك خبز الطاكوس تاعك راح تيبس. هاد المرحله ضروريه كيما قلت، ما ديرتيش هاد المرحله راح ييبس لك الخبز الطاكوس تاعك ما يجيكش ناجح. ماشي تتخطاو هاد المرحله وتقولوا ما نجحليش خبز الطاكوس في اي طريقه نتاع خبز الطاكوس ضروريه هذيك المرحله نتاع ديروها يعني في كتانه هكا نقيه وكلشي وديروها في البلاستيك. نشارك معكم حبه طاكوس خبز طاكوس ثاني على السريع بعد ما حليت كما قلت توجور لا فارين ونقطع ونحط في المقله تاعي اللي شيت نحيهم ونمدهم مع بعض نحط في المقله تاعي ونقلبها حتى تنشف لي بيان ونحيها ونحطها على الطرشون ندخلها البلاستيك حتى نكمل كامل الكميه بنفس الطريقه كما شفتوا معايا. وهذه هي الخبز طاكوس تاعي بعد ما لمته كامل جازت لي واحد 5 دقائق يعني ووليت معاكم. شوفوا معايا داك الخبز كيفاش يجي. درت لي كميه لاباس بها يعني قطعت لي 12 حبه بلي شيت هذوك. يعني انا قسمت معكم 8 حبات وبهذوك لي شيت جاتني 12 حبه متوسطه من خبز الطاكوس. يعني طريقه ناجحه يعني 100% ان شاء الله. جربوها ما راحش تندموا. شوفوا معايا تلمديه كيما تبغي راح يجيك خير من تاع برا. جربوا الوصفه ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.